ملخص الصيف والعيال. مبدئيا اول ما العيال بيرجعوا كده من المدرسه بنشم ريحه جبنه بريزيدو حمضانه. اي اكل بيت حضرتك عاملاه مفيش امتنان مفيش شكر. يعني ايه عامله اكل سخن؟ شوفي لك بقى اي طبخه بيت كده تبقى بارده متلجه. محتاجين ايست صينيه بطاطس. بنخش بقى في دوامه النتانه المطلقه والنظافه الغير مبرره. راجعين مفرهدين فمكسلين نستحمى، ممكن نقعد كده على الكنبه بهدومنا اسبوع، او لو دخلنا استحمينا لازقين في البانيو عاملين حفله بيسين. خلاص يلا يا حبيبي عشان ميه السخان خلص. كويس انا بحب الميه الساقعه. يلا يا حبيبي عشان هتفضل في الميه كتير هتعيا. كويس انا نفسي اغيب من المدرسه. اطلع يا حبيبي لاجي اجيبك من كويس تعالي والله اقعدي معانا زهقان اصلا. طبعا الدواليب وصلت ليفل مش مجرد الشتوي جه على الصيفي، ده في سكوتر وملازم مراجعه ضايعه جوه. بالنسبه للمذاكره ما بنذاكرش في الحر، ولو قررنا وجينا على نفسنا وهنقرا المذاكره بتاعتنا بين كل كلمه وكلمه بنطلب حاجه مش موجوده. هل عندنا ايس دي كوفي؟ حبيبي الله يرحم انت باباك ما شاء الله بقاله شهرين بيشرب الشاي من غير سكر وبيعذب نفسه ما بيحبش طعمه كده عشان خاطر عايز يوفر ثمن السكر. طب في بطيخه ساقعه؟ هو احنا ليه ما بنشوفش خالتي؟ هو انا ليه بجد مضطره ان احكي خناقه خساره خالته في عز الحر واحنا ورانا دراسات نذاكرها؟ طبعا الحل المثالي والاخير شغلي التكييف، هيناموا بقى وخلاص ولا كأن حاجه حصل ولا كأنك خلفتي، نسيهم طول الصيف بقى.